اليوم جايب ليكم شي بلانات وشي حوايج في علم النفس اللي هاربين بزاف، وانا متاكد ما كنتيش عارفهم واللي غادي يصدقوك ديال بصح. فيديو مهم كالعاده وخصك تشوفه بلا ما تفلت حتى شي حاجه وتولي افضل نسخه من راسك. بلا ما نزيدو نطولو كتر، ليتس جو. نبداو باول حيله واللي هي كيفاش تعرف واش شي واحد كيغير منك. هنا كنهضر على الغيره الخايبه، يعني الحسد من الاخر. اي واحد كيشوف هذا الفيديو ضروري غيكون عندك واحد الشخص اللي حاسدك على شي حاجه، واخا ما يكون عندك والو كاع. يقدر يحسدك غير حيت انت عندك درهم زايده عليه، او لا حيت عندك الشعر عليه مثلا. اما لك انت محقق شي انجازات في حياتك او لا شي حاجه كبيره، فهنا القضيه صعيبه، حيت كيكونوا ناس بزاف دايرين بيك وحاسدينك على داك الشيء ولا كيغيروا منك، ولكن بلا ما انت كتعرف. فهادشي علاش هاد البارتيه مهمه ليك باش تعرف شكون الناس اللي كيغيروا منك في الوسط ديالك. اول صفه كتكون عند هاد الشخص اللي كيغير منك اولا اللي حاسدك، واللي هي كيقلل من اي انجاز درتيه. الناس اللي كتكون شخصيتهم ضعيفه وكيغيروا من الناس الاخرين كيعتبروا النجاح ديالك بحال واحد تهديد ليهم هما. داكشي علاش كتلقاهم كيحاولوا يقللوا من الانجازات ديالك واخا يكونوا كبار. مثلا جيتي فرحان عند صاحبك وقلتي ليه صات راه كملت 100 في يوتيوب، وقال لك راه شي حاجه عاديه واي واحد يقدر يديرها، فاعرفوا راه كيغير منك وحاسدك على داكشي اللي واصل ليه، حيت هذه هي الطريقه ديالهم باش كيحاولوا يهبطوك لعندهم، وما عمرهم غادي يعترفوا بشي حاجه زوينه درتيها. فبلاص ما غادي يقول لك مبروك ويفرح معاك، غادي يحسسك باللي راه ماشي شي حاجه اللي مهمه ولا كبيره. تاني صفه اللي كتكون في الشخص اللي كيحسدك ولا اللي كيغير منك، واللي هي كيهضر مورا دارك بزاف. الشخص اللي كيكون كيغير منك اي فرصه كتجي بانه يهضر عليك يستغلها مزيان، وكيهضر عليك بالخايب. يقدروا كاع ينشروا شائعات عليك، سواء يكونوا صحاح ولا غالطين. وشحال من واحد تعرض للتنمر وطراولو بزاف ديال المشاكل غير بسبب شي حاجه انتشرت عليه وبسبب شي شخص ما حاملوش. فالا لقيتي شي شخص بحال هذا في حياتك، عرفوا راه كيغير منك بزاف وخاصك ترد البال معاه مزيان. ثالث صفه اللي كتكون في هاد الانواع ديال الناس واللي هي ديما كيكريكيتيوك. هاد الانواع كيبغي يبين لك بلي اي حاجه درتيها في حياتك لحد الان هي فقط غير حيت عندك الزهر مثلا، وما عمرهم كيامنوا وكيقدروا المجهود ديالك. وهذه حاجه طبيعيه حيت هما عارفين ما غاديش يوصلوك وما عمرهم غادي يقدروا يوصلوك. داكشي علاش كيبغيو يهبطوا المعنويات ديالك، ومن بعد غيبقاو يقارنوك بناس اخرين اللي هما احسن منك بطبيعه الحال. وهادشي كله باش هما يحسوا بداك الشعور الزائف ديال انهم فوق منك او لا احسن منك، ولكن في الحقيقه راهم غير كيضحكوا على راسهم. ورابع صفه كتكون عند الشخص اللي كيحسدك واللي كيكون ما حاملكش، واللي هي ديما كيدخل في الشؤون ديالك وخاشين يفو في اي حاجه درتيه. هاد الشخص هذا ديما غيحاول يدخل ليك لحياتك ويعرف عليك اي حاجه كديرها وفين غادي وفين جاي، وما يمكنلوش يرتاح الا لا عرفك شنو كدير وفين وصلتي. لدرجه الا مشيتي مبقيتيش كتهضر معاه يقدر يسول صحابك على شنو كدير في حياتك. ولكن هادشي ماشي عادش كيهتموا بيك ولا شي حاجه، وانما كيبغي يعرف اي حاجه كديرها باش ان فوا دير شي حاجه غلط ولا شي حاجه ماشي هي هذيك يشدها عليك، اولا يلقى منين يشدك منها باش يجبدها لك ويهضر لك عليها. وهادشي النيت اللي غيدوزنا الخامس صفه اللي كتكون عند الشخص اللي كيحسدك ولا اللي كيغير منك، واللي هي ديما كيجبد لك الاخطاء ديال الماضي ديالك، واخا تكونوا ديجا هضرتوا عليها كيولي يجبدها لك ديما وكيفكرك فيها، حيت هذه هي الطريقه الوحيده ديالو باش يحسسك بالذنب ويحسسك باللي راك ماشي شي واحد اللي مزيان كيف ما كيسحاب لك راسك. واخا يكون داك المشكل داز عليه واحد المده اللي طويله غيبقى يجبدو لك ديما. وهنا غادي نكون وصلنا للبارتيه فين غادي نعرفوا كيفاش تعرف الشخص اللي كيكذب عليك. هذه الصراحه ناضيه بزاف حيت مجموع فيها لغه الجسد وعلم النفس وكل شيء، فخاصك تتبع معايا مزيان. نبداو باسهل الحوايج اللي كيكونوا عند الكذاب وحنا طالعين للصعيب. اول حاجه تقدر تلاحظها في شي واحد كيكذب واللي هي ما كيقدرش يدير الاي كونتاكت معاك اولا يشوف فيك اصلا. لاحظها فيك حتى نتايا فاش كتكون كتكذب على شي واحد البطل ما كتقدرش تشوف ليه في عينيه اولا في وجهه بصفه عامه، فغالبا كتبقى تدور في عينيك وتشوف بلايص اخرين وانت كتعاود القصه ديالك. ولكن حضر راسك من هذه، حيت الناس اللي موالفين الكذوب ولات عندهم عاده راه يقدر يشوفوا فيك عادي، سو ما تعتمدش على الطريقه 100% واستعان بهادشي اللي غادي نقول لك دابا. ثاني حاجه واللي كيديرها الشخص فاش كيكون كيكذب عليك واللي هي كيحرك يديه بزاف ديال الدراسات اللي خداو فيهم مجموعه ديال التحقيقات ديال البوليس اللي كيكونوا كيحققوا مع المجرمين، وايضا المجرمين اللي كيكونوا في المحكمه كيتحاكموا. وفاش جمعوا هادشي كله ولاحظوا باللي فاش كيكونوا كيكذبوا يديهم كيحركوهم بزاف باش يعبروا على داكشي اللي كيقولوا. وهاد الحركات هادو كيكونوا كثارين بزاف على الناس العاديين اولا الناس زعما اللي كيقولوا الحقيقه.
وإلا ما حركوش يديهم كيكونوا دايرينهم ورا ظهرهم غالبا، وهذه علامه على ان الشخص مخبي عليك شي حاجه. وعلاش كيحركوا يديهم بزاف؟ لحقاش كل ما تحركتي بزاف كل ما كيخفف الستريس اللي فيك، ومادام فيه ستريس الا وراه مخبي شي حاجه اولا كيكذب. داكشي علاش كنقول لكم ركزوا على لغات الجسد ونساو الجسد، حيت شي بنادم يقدر يكذب في الهضره ديالو ولكن ما عمره غادي يقدر يكذب في الجسد ديالو. ثالث حاجه اللي كتكون في كاع الناس اللي كذابين واللي هي فاش كيبغي يعاود لك شي قصه ولا شي حاجه دارها دخل فيها بزاف ديال لي ديتاي وبزاف ديال المعلومات اللي انت ما محتاجهمش كاع، وهذا الشيء باش يخليك تثيقو، حيت كيظن كل ما عطاك معلومات بزاف كل ما غادي يقنعك اكثر، ولكن في الحقيقه لا، كيكون داكشي باين بزاف بلي راه غير كيهضر وصافي. هنا عرفوا بلي راه كازا كيكذب عليك وصافي. فكان هذا هو الفيديو القصير ديالنا، فاكتبوا لي شنو بان لكم في الفيديو، وايضا شنو باغي نشوفوا في فيديو جديد. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش نزيدو نطلعوا لاشين شويه، وصافي بيس.